بيبدأ فيلمنا بشاب اسمه إيثان اللي كان بيحلم بنفس البنت اللي بقاله شهور بيحلم بيها، اللي كان بيشوفها دايما وهي واقفة وبتبصله وشعرها مغطي وشها. بس إيثان خرج بره بعدها عشان يجري، عشان كان عايز ينسى الحلم ده، وكانت الحاجة اللي بيفكر فيها وقتها إنه يلاقي البنت اللي كان بيحلم بيها كل يوم. بس وهو ماشي بيلاقي سلسلة غريبة وأخدها من غير ما يفكر للحظة. وبيرجع إيثان على طول الصبح عشان يحضر الفطار بسرعة لأنه كان لازم يروح المدرسة بتاعته. وبتيجي مامته بالتبني اللي بنعرف إن هي أمينة المكتبة في المدرسة واسمها أرما، اللي سألته لو كان جاهز ليومه الأول في المدرسة لأن بنعرف إن ده أول يوم بعد أجازة الصيف، وسألته لو بيقدم في الكليات لأن بنعرف إن دي كانت سنة التخرج بتاعته، عشان إيثان يقول لها إنه بيقدم فعلا بس كان بيختار الكليات البعيدة عن القرية. وبعد ما خلص فطاره بيروح إيثان عشان يقابل صاحبه اللي بنعرف إن اسمه لينك. بس وهم في طريقهم للمدرسة لينك قال له إن في بنت جت جديدة للمدرسة، اللي قال له إن هي تبقى بنت أخت راجل اسمه مايك اللي كان معروف في المدينة إنه من عبدة الشياطين. بس لما بيوصلوا المدرسة بتيجي بنت اسمها إيميلي عشان تقابل إيثان، اللي سألته هو ليه ما توصلش معاها خالص في أجازة الصيف. وبنعرف إن إيثان وإيميلي كانوا في علاقة مع بعض لحد ما إيثان طلب إن هما ينفصلوا، وإن إيميلي عايزة دلوقتي إن هما يرجعوا تاني مع بعض. بس إيثان ما كانش عايز ده وقال لها إن هما هيتكلموا بعدين. بس بعدها بحبة بتدخل البنت الجديدة اللي اسمها لينا للفصل اللي كان كله بيبص لها، عشان بعدها تبدأ إيميلي وأصحابها إن هما يتنمروا عليها ويتريقوا على عيلتها وخصوصا والدتها. بس إيثان ما كانش قادر يشيل عينه من عليها، وإيميلي شافت ده وما كانش عاجبها. وبعدها في نفس اليوم لما إيثان كان مروح البيت كان هيخبط لينا بعربيته، اللي بنعرف إن هي عملت حادثة على الطريق، وده خلى إيثان يتأسف على إنه كان هيخبطها بعربيته عشان يرضى عليها إيثان إنه يروحها البيت بتاعها. وبخلاف إن هي كانت رافضة في البداية، بس في النهاية لينا بتوافق على إن إيثان ياخدها معاه بالعربية. بس وهما في الطريق إيثان بيتأسف لها على الطريقة اللي اتعاملت بيها في الفصل من باقي الطلاب، عشان بعدها يسألها عن أهلها عشان تقوله إن هي يتيمة وباباها ومامتها ماتوا في حريق، عشان يقول لها إيثان بعدها إن برضه مامته توفت من وقت قريب وإنه عايش مع باباه دلوقتي. بس لما وصلوا لبيتها إيثان عرض عليها إنه يوصلها للبيت جوه، بس لينا رفضت لأن هي ما كانتش عايزة يدخل معاها لحد جوه. وبعدها في نفس اليوم إيثان بيشوف ناس متجمعة في القرية، وبيقابل لينك اللي كان بيقول له إن في رعد بيضرب نفس المكان بقاله يوم، عشان إيثان يسأله عن الموضوع ده بدأ إمتى، عشان يقول له لينك إن ده بدأ من ساعة ما لينا جت القرية. وقال له إن والدته قالت له إن لينا جاية من صحة عقلية وإن هي قتلت حد قبل كده. بس إيثان ما بيصدقش الكلام، وكان بيقول له إنه مش فاهم سبب إن الناس بتطلع عليها إشاعات لمجرد إن هم مش بيحبوها. وبنروح لتاني يوم في المدرسة عشان نشوف إيميلي وسافانا، وهم بيقولوا إن هم مش عايزين يكونوا في نفس الفصل مع حد قريب من مايك لأنه بيعبد الشياطين، وإن لينا أكيد بتعبد الشياطين زيه، وده خلى لينا تتضايق من كلامه. بس فجأة الشبابيك بتاعة الفصل كلها بتبدأ تتكسر عشان إيميلي بعدها ترمي اللوم على لينا، وإيثان بيروح على طول عشان يطمن على لينا. بس لينا سابت الفصل ومشيت، ولينك كان مستغرب من اللي حصل. وفي نفس اليوم بعد المدرسة بيروح إيثان لبيت لينا عشان يطمن عليها، بس لما بيدخل بيشوف ماك اللي كان واقف ورا الباب. وإيثان خرج بعدها على الجنينة ورا عشان يلاقي لينا قاعدة لوحدها اللي كانت متفاجئة إن هي شافته، وقالت له إن هو جاي عشان يتنمر عليها. وإيثان قال لها إنه جاي عشان كان عايز يشوفها، عشان لينا تقول له إن مش هيعدي وقت طويل قبل ما يبدأ يعملها زي الباقيين. بس إيثان قال لها إنه معجب بيها، وبعدها على طول قرر إيثان إنه يقوم يمشي، واداها السلسلة اللي لقاها في الأرض قبل ما يمشي. بس قبل ما يمشي بيلاقي مايك بينادي على لينا وبيسألها مين الشخص اللي معاها عشان يقدم إيثان نفسه. وبنعرف إن مايك يعرف أهل إيثان، وبعدها طلب مايك من لينا إن هي تدخل إيثان جوه البيت. بس لينا ما كانتش عايزة تدخله، بس إيثان قبل الدعوة وبيدخل. وفي الوقت اللي كانوا فيه جوه البيت بيبدأ مايك يتكلم عن الناس اللي في القرية اللي كانوا شايفين مايك شخص وحش بخلاف ان هم ما يعرفوهوش، عشان لينا تقول بعدها انه اتعمل لها استدعاء ولي امر عشان المدرسة فاكرة ان هي السبب في تكسير الازاز بتاع الفصل، عشان إيثان يرد بعدها بان ده مش منطقي واكيد حاجة تانية هي اللي كسرت الازاز. ومايك بيعجبه كلام إيثان وبيبدأ يسأله عن خططه بعد التخرج. بس في الوقت اللي إيثان بدأ يتكلم فيه عن خططه للكلية مايك بيحط تعويذة عليه عشان تخليه يبدأ يقول الحقيقة في كل حاجة، وده خلى إيثان يوقف كلامه ويقول لهم انه محتاج يمشي ضروري. بعدها لينا بتسأل مايك عن السبب اللي خلاه يعمل كده عشان يجاوبها بانه مش عايز يكون ليها اي صحاب ابدا، عشان تطلب منه لينا انه يستنى حتى اسبوعين لحد عيد ميلادها ال 16 قبل ما يمنحها انها تعرف اي حد. بس مايك ما كانش موافق
وافق على كلامها. وفي نفس الوقت بنشوف ايثان اللي كان لسه في البيت وممشيش لانه كان عايز يطمن على لينا، ولينا شافته وده خلى لينا تنزله فورا عشان تعتذر له عن اللي حصل. بس ايثان لمس شعرها وفهم ان دي البنت اللي كان بيحلم بيها كل يوم، ولما قال لها على ده لينا ضحكت، وعشان يقول لها بعدها انه رجع عشان يديها السلسله اللي لقاها. بس لما اداها لها في ايديها السلسله بتبدا تنور وبيبداوا يشوفوا ذكريات مع بعض اللي كان فيها واحد اسمه ايثان اللي اتقتل وهو بيحاول يهرب مع واحده تانية اسمها جينيفر، عشان بعدها يصحى ايثان في البيت ويلاقي الميداليه بتقع من ايده، وما كانش مقتنع انه في البيت عشان يروح يسال مامته بالتبني عن اللي حصل، اللي قالت له ان هو ما خرجش اصلا بقاله يومين من البيت، وده خلاه يعترض على كلامها لانه كان قابل لينا عشان مامته تشوف السلسله اللي في ايده وتساله جايبها منين، عشان ايثان يرد ويقول لها انه لقاها مرميه على الارض، عشان بعدها تقول له انه محتاج يرميها ويخلص منها فورا. بس ايثان ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل وبيروح على بيت لينا عشان يقع على الارض وما يقدرش يتنفس، وبيشوف لينا قدامه عشان بعدها يدوخ اكتر ويغمى عليه، عشان بعدها يصحى في بيت لينا اللي سألها عن كل اللي بيحصل، عشان تقول له لينا ان عائلتها كلها صحراء وان في تعويذه عند الباب حطها مايك عشان يحمي لينا وهي في البيت لوحدها. بس بعدها ايثان بيسأل لينا عن السلسله اللي قالت له ان هي ما تعرفش اي حاجه عنها، بخلاف ان بيحصل حاجه غريبه لما هما الاتنين بيلمسوها مع بعض، وكمان قالت له ان هي ساحره عشان بعدها توري ايثان اللي هي بتقدر تعمله، واللي كان عاجب ايثان جدا، عشان تقول لي ايثان ان هو مش عاجبه كونها ساحره، عشان يقول لها بعدها ان هو شايفها حلوه وان هي المفروض تكون فخوره بنفسها، عشان تقول له بعدها ان هي كمان كانت بتشوفه في احلامها بس ما كانتش مقتنعه ان هو حقيقي. وفي الوقت اللي ايثان كان هيمشي فيه بعد ما خلصوا كلامهم طلب من لينا ان هما يخرجوا في ديت مع بعض، ولينا ما فكرتش كتير قبل ما توافق. وفي نفس الوقت مايك بيقابل ارما اللي كانت بتعمل طقوس غريبه في الغابه، وبنعرف ان هي كمان تبقى ساحره، بس لما شافت السلسله مع ايثان حست ان في كيان شرير حواليهم، وفي نفس الوقت ده كان نفس احساس مايك اللي كان عايزة تتحرى اكتر عن الموضوع، عشان بعدها تقول له ارما ان والدة لينا اللي اسمها سيرا هي الكيان اللي كانوا حاسين بيه، عشان يسألها مايك بعدها لو في طريقة يقدروا يوقفوا بيها سيرا اللي بنعرف ان هي تبقى اخته، عشان تقول له ارما بعدها ان في حاجات ما يقدروش يوقفوها وللاسف سيرا تبقى منهم، عشان بعدها نروح لايثان ولينا اللي كانوا خارجين مع بعض في ديت اللي كانوا واقفين عند اليافطة بتاعت حدود القرية، عشان ايثان بعدها يقول لها ان هو كل اللي عايزه انه يسيب القرية، وكمان قال لينا ان هما يقدروا يمشوا من القرية مع بعض، عشان لينا تقول له ان هي ما تقدرش تعمل كده لان بعد ما تكمل ال 16 سنة في طائفتين من السحرة هيطالبوا بيها انها تكون معاهم، يا السحرة الاخيار يا السحرة المظلمين، وان اي ساحرة اول ما تكمل ال 16 سنة لازم تختار جانب، وان هي مش عارفة هتكون في انهي جانب بعد عيد ميلادها ال 16، وده السبب اللي خلى مايك يجيبها المدينة دي، لان في حالة ان هي لو بقت في الجانب الكويس مايك هيعوزها هنا جنبه. وبنروح بعدها عشان نشوف اجتماع المدرسة اللي كانوا قاعدين يناقشوا اللي هيعملوه مع لينا، عشان والدة لينك اللي كانت مهتمة جدا بالموضوع تقول ان هي عايزة لينا تمشي من القرية كلها، وبررت كلامها بان لينا عبارة عن شر عايش معاهم في القرية ولو فضلوا كده هيموتوا كلهم. بس فجأة مايك بيدخل عشان كله يتفاجئ، بس قطعهم بكلامه عشان يقول ان كل اللي بيسمعوه ده كده، وان بنت اخته بريئة ومستحيل تعمل كده، وقال لهم ان ولا هو ولا بنت اخته هيمشوا من القرية، عشان بعدها يلف عشان يخرج. بس فجأة بيلاقي مايك المكان كله بقى ضلمة، وبيلف عشان يلاقي والدة لينك قدامه، ولما بصلها فهم مايك ان هي مستحوذ عليها من اخته سيرا اللي اخدت جسمها عشان تقدر تتكلم مع مايك، اللي قالت لاخوها ان هي فرحانة انها شافته، بس هو ما كانش بيبادلها نفس الاحساس، وطلب منها ان هي ما تأذيش لينا. بس سيرا قالت له ان هي عايزة لينا تختار الجانب المظلم مش اكتر، وقالت له ان مصيرها ان هي تختار الجانب المظلم في النهاية لان لينا عليها لعنة ومش هتقدر تهرب من اللعنة. بس مايك قال لها ان ده مش هيحصل، عشان تقول له بعدها ان لينا لما ايثان يموت قدامها هتخضع للعنة وهتختار الجانب المظلم في النهاية، وان هي هتبقى اقوى ساحرة مظلمة من نسلهم. بس قبل ما مايك يرد عليها سيرا بتخرج من جسمها عشان يرجعوا للاجتماع تاني، عشان بعدها نشوف واحدة اسمها ريدلي اللي كانت بتسوق بسرعة كبيرة على الطريق، وده خلى عربية الشرطة تبدأ تطاردها. بس ريدلي استعملت تعويذة اللي خلته ينسى انه شافها، عشان بعدها تروح للمدرسة وتقابل ايثان هو ولينك، وطلبت
من لينك انه يجي بيت مايك، وقالت له ان هي تبقى قريبة لينا، وقالت له ان العيلة كلها موجودين وحابين ان هما يقابلوه. وبخلاف انه كان قلقان في البداية لان مايك ما عزموش، بيوافق ايثان وبيروح معاها. بس لما بيروح هناك مايك كان متضايق انه شاف ايثان، وايثان فضل ساكت، وبنفهم ان ريدلي عملت له حاجة. وبتشوف لينا ايثان مع ريدلي اللي فهمت ان ريدلي حطت عليه تعويذة عشان تقدر تسيطر عليه وتستفز لينا. بعدها العشاء بيبدأ عشان ريدلي تبدأ تسأل لينا عن ميعاد عيد ميلادها ال16، عشان لينا ترد عليها وتقول لها ان ملهاش دعوة، عشان مايك يطلب من ريدلي ان هي تسيبهم ياكلوا في هدوء، عشان تقول ريدلي بعدها ان هي مش قلقانة لينا هتختار ايه، لان في كل الاحوال اللعنة هتأثر عليه زي ما أثرت على كل اللي قبل كده وأثرت عليها جين. ولما لينا سألت عن اللعنة بتقوم ريدلي عشان تأكل ايثان كأنه طفل، وده خلى لينا تتعصب وتبدأ قوتها تخرج عن السيطرة، وبتطلب من ريدلي ان هي تسيب ايثان عشان بعدها لينا تحدف ريدلي بره البيت، عشان بعدها تروح تطمن على ايثان. وجدة لينا اللي كانت معاهم في العشاء جت عشان تطمن عليه معاها. بس لما لينا سألتها عن اللعنة قالت لها ريدلي بتقول اي حاجة عشان تخوف، عشان ايثان يفوق بعدها، اللي كان مبسوط عشان شاف لينا قدامه. عشان جدتها تقول لمايك ان لينا حبت ايثان تاني، وان هما بقى لهم قرون بيحاولوا يوقفوا ده من انه يحصل. عشان بعدها نرجع للينا اللي كانت بتطمن على ايثان، وطلبت منه ان هما يروحوا السينما سوا. بس وهما هناك بتمد ايديها في جيبه وبتطلع السلسله عشان تقول له ان هي عايزه تشوف ايه اللي هيحصل لو لمسوها هما الاتنين تاني. بس لما لمسوها هما الاتنين بتشوف ايثان وهو بينزف وبيموت، وبتشوف جينيف اللي استعملت تعويذه محرمه عشان ترجعه تاني، وده خلاها تتحول لكائن شرير. وبنعرف ان اللعنه هي ان ايثان ولينا في كل زمن بيتولدوا فيه لازم يتقابلوا ولازم يحبوا بعض، وان هي لازم كل مره تشوفه وهو بيموت قدامها، وفي كل مره بتستعمل نفس التعويذه عشان ترجعه. وبنعرف ان جينيف تبقى جدة لينا وهي اللي بدأت اللعنه دي من 400 سنه. وبنعرف ان لينا وايثان يبقوا من نسل جينيف. وبعدها بنشوف ايثان ولينا وهما بيمشوا من السينما عشان يرجعوا البيت، عشان ارما تقول لهم ان السلسله دي تبقى بتاعه جينيف، وان السلسله دي بتكون رمز للعنه بتاعه جينيف. ومايك بدأ يحكي لينا عن اللعنه ويقول لهم ان الطريقه الوحيده اللي يقدر يقف بيها اللعنه هي ان هي تبعد عن وان مفيش اي حل تاني. وده خلى ايثان يعترض على كلامه، عشان لينا تقول لمايك بعدها انه كذاب، وان مامتها سيرا لسه عايشه، وان هي عاشت وكبرت وهي فاكره ان مامتها ميت، عشان يقول لها ان سيرا عباره عن ساحره شريره اللي كانت قويه جدا، وان هي كان عايش بمعنى ان ملهاش جسم وما بتقدرش تتجسد غير لو خدت جسم حد تاني. وكمان قال لها انا لما قلت ان هي ميته كنت اقصد ان هي ميته بالنسبه لي مش ميته بشكل فعلي. بس بعد ما مشي وبنشوف ايثان اللي كان مش عارف يبطل تفكير في لينا، عشان يجيله بعدها مامة لينك في البيت اللي كانت شايله في ايديها كوكيز، اللي ايثان بيفهم ان هي مش مامة لينك دي سارة اللي كانت مستحوذه على جسمها، اللي حاولت تكسر التعويذه اللي لينا حطتها على بيت ايثان عشان تحميه. بس ما قدرتش، عشان بعدها ايثان يهرب ويروح على بيت لينا. بس لما بيدخل ما بيقدرش يقرب لها عشان مايك كان حاطط تعويذه عليها، ولينا طلبت منه انه يمشي، بس ايثان قال لها انه مش هيروح اي حته وما عندوش استعداد انه يخسرها باي شكل. وبنفهم انه كسر التعويذه، اللي خلاهم كلهم يتصدموا عشان جدتها تقول ان ايثان الوحيد اللي يقدر يحمي لينا دلوقتي. عشان يروح ايثان ولينا بعدها عشان يقابلوا ارما في المكتبه عشان يطلبوا منها ان هي تساعده، اللي وافقت ان هي تساعدهم عشان تاخدهم بعدها للقسم السري من المكتبه اللي بيكون تحت الارض، عشان توريهم كتاب اسمه كتاب القمر اللي المفروض كان هيساعدهم ان هم يلاقوا حل للعنه. بس ولينا بتقرا الكتاب بيسالها ايثان عن اللعنه عشان تقول له ارما ان دي لعنه في خلال ال 400 سنه عيلتها كانوا بيحاولوا يكسروها، بس ما قدروش يوصلوا لحل يخليهم يكسروا اللعنه. عشان تلاقي بعدها لينا حاجه في الكتاب، وده خلاها تطلب من ايثان انه يمشي ويسيبها، وقالت له ان هي مش عارفه تركز في وجوده، عشان تنادي على ارما بعدها وتبدا تعيط وتقول له ان هي اكتشفت ان الحل الوحيد عشان تكسر اللعنه هي ان ايثان يموت. وده خلى لينا تصعب على ارما، بس لينا ادركت ان في طرق تانية ممكن تخلي الشخص ميت بالنسبه لها، عشان تخرج معاه تاني يوم في الغابه اللي بيكون يوم عيد ميلاد، وتسال ايثان عن اكتر حاجه بيتمناها، اللي قال لها ان اكتر حاجه بيتمناها يوم عيد ميلاده ان في اليوم ده تمطر تلج عشان لينا تحضنه وبتستعمل تعويذه عشان تخلي التلج ينزل عشان ترجع تحضنه تاني بعدها. وتاني يوم الصبح لما ايثان بيصحى بيدخل المطبخ عشان يبدا يتكلم مع ارما اللي سالت له لو لينا هتيجي يوم عيد ميلاده لان هي كانت عازماها على العشاء، عشان يرد عليها ايثان ويقول لها ان عمره ما كلمها بسبب ان كل اللي في المدرسه كانوا فاكرين ان هي بتعبد الشياطين. عشان تفهم ارما هنا ان لينا استعملت تعويذه عشان
تخلي ايثن ينساها، عشان بعدها تشوف ريدلي ولينك وهما مع بعض، اللي بنفهم ان ريدلي ولينك شغالين مع بعض، اللي استعمل التعويذه عشان تستحضر رصاصه في ايده، اللي بنفهم ان الرصاصه دي جزء من خطتهم هما الاتنين عشان يخلوا لينا تتحول للجانب الشرير وما تكسرش اللعنه. عشان تاني يوم نشوف احتفال بذكرى الحرب الاهليه والثوره، اللي كان كل اهالي القريه متجمعين في الوقت دوت في الحفل، اللي كان ايثن ولينك هما الاتنين بيمثلوا فيها دور جنود، ولينا كانت مع اسرتها عشان يحضروا الحفله مع باقي الاهالي بتوع القريه، وكان كل اهالي القريه مجتمعين وكانوا بيحتفلوا واليوم ماشي عادي جدا. بس لينك بيبدا خطته بانه بيستدعي الرصاصه في ايده وبيحطها في البندقيه عشان يطلب بعدها من ايثن ان هما يمثلوا ان هما بيقتلوا بعض، لانه قال له ان هو كان حاسس بالملل، وايثن وافق هو كمان لانه برضه كان حاسس بالملل، عشان بعدها الاتنين يرفعوا بنادق في وش بعض. بس لما شدوا زناد الرصاصه خرجت من بندقيه لينك، وايثن اتصاب وبدا ينزف ويقع على الارض. في نفس اللحظه لينا بتحس باصابه ايثن، اللي حست انها اتصابت هي كمان، وده خلاها تجري عشان تلاقي ايثن، بس لما شافته لقيته بينزف وبيموت. عشان بعدها ريدلي تظهر وتبدا تلوم لينك على كل اللي حصل، عشان لينك يبدا يدافع عن نفسه ويقول انه ما كانش قصده، بس لينا ما سمعتش الكلام وهاجمته. عشان بعدها تظهر سيرا وتقول لينا اهلا بيكي في الجانب المظلم، وفي نفس الوقت لينا بتفقد السيطره وبتبدا ان هي تستعمل نفس التعويذه عشان ترجع ايثن تاني، وبنفهم انها كده بتكمل اللعنه. بس ايثن طلب منها ان هي تقف، وبنفهم ان ده يبقى مايك اللي استعمل تعويذه عشان ياخد شكل ايثن، وقال لها ان التعويذه بتتكسر لما حد انت بتحبيه يموت، وقال لها انت دلوقتي حره. وسيرا اتضايقت من المايك عمله، بس بعد ما مات بلحظات لينا بتقول لريدلي انا هحولك لرماد، وريدلي قعدت تتحايل على لينا ان هي ما تقتلهاش عشان لينا تقول لها اختفي من قدامي، عشان سيرا تقول لينا ان في جانب مظلم فيها ولازم تختار، وان هي مكانها وسط الصحراء المظلم، عشان لينا تستعمل قوتها عشان تطلع سيرا من الجسم اللي كانت مستحوذه عليه، وختمتها لبقيه حياتها جوه شجر، وحاولت تقاوم وتخرج بس لينا كانت اقوى منها. وبعدها بكام يوم ايثن بيروح عشان يشوف ارما في المكتبه عشان يقول لها انه اتقبل في كليه من الكليات اللي اختارها، وارما اتمنت له حظ سعيد. بس لما كان هيمشي خلاص بيشوف لينا اللي قرر يتكلم معاه وتاسف لها انه ما كانش بيكلمها قبل كده، وقال لها انه كان بيحب يشوفها كل يوم، كان دايما بيحب وجودها حتى لو ما كانش بيتكلم معاها او بيتفاعل معاها باي شيء، وانه كان شايفها دايما احلى واحده في المدرسه. ولينا بتشكره على كلامه. لما سالها عن الكتاب اللي كانت بتقراه ادت له ورقه وقالت له خليها معاك عشان تفتكرني دايما طول ما انت في الطريق. وايثن كان شكله فرحان جدا بخلاف لينا اللي كانت متضايقه وهي بتشوفه وهو بيمشي. وبنشوف ايثن وهو بيركب العربيه مع لينك، بس لما خرجوا بره حدود القريه بدا يفتكر لينا عشان يطلب من لينك انه يوقف العربيه، وبينزل عشان يبدا يصرخ وينادي على اسم لينا، اللي لينا حست بايثن وهو بينادي عليها. بس وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد.